بتبدأ حكايتنا في دير تبع كنيسة في إيطاليا مع راهبة اسمها ماري، وهي بتصلي وبتدعي، وبيكون باين عليها إنها خايفة جدا من حاجة. بعدها بتمشي الأوضة كبيرة اللي بتكون أوضة الراهبات علشان تسرق المفاتيح بتاعة البوابة علشان تهرب، وبتقدر ماري توصل للمفاتيح. ساعتها بتجري ماري ناحية البوابة وبتحاول إنها تفتح البوابة، ولكن بتكون مقفولة بقفل كمان. وقتها ماري بتلاحظ وجود 4 راهبات جايين عليها ومغطين وشهم بقماش أحمر، وبتحاول إنها تخرج من البوابة. وقبل ما تخرج بتمسكها واحدة من الراهبات وبتكسر رجلها علشان ما تقدرش تهرب ولا تمشي على رجليها تاني. بعدها بتلاقي ماري نفسها في تابوت خشب مقفول عليها. وقتها بتعرف ماري إنهم قرروا يدفنوها وهي عايشة، وبتفضل تصرخ من الخوف، ولكنهم بيدفنوها بدون رحمة. بعدها بفترة بنشوف رهبة تانية اسمها سيسيليا في مكتب التفتيش علشان بيفتشوها، لأنها جاية إيطاليا بتذكرة دخول بس من غير تذكرة عودة. فبتقول لهم سيسيليا إنه الدير هو اللي كلمها وبعت لها التذكرة دي. وساعتها بيسألها الضابط إزاي أخدت قرار إنك تكوني راهبة، خصوصا إن سنك صغير وجميلة. فبتستغرب سيسيليا من سؤاله وتفكيره، وبيختم لها تأشيرة الدخول. ولما بتخرج من المطار بتلاقي لورينزو اللي بيكون من الدير مستنيها وبيرحب بيها وبيشيل عنها الشنطة. وهما في الطريق بتلاحظ سيسيليا إنه مكان الدير بعيد جدا عن المدينة. لما بتسأل لورينزو بيعرفها إنهم خلاص قربوا يوصلوا. ولما بتوصل سيسيليا للدير بتنبهر جدا من جمال المكان. وقتها الراهبة الأم بتكون معجبة جدا من جمال وهدوء سيسيليا، وبتوصفها بالملاك. ولكن سيسيليا بتكون مش فاهمة كلامها لأنها مش بتتكلم إيطالي. وساعتها إيزابيل الراهبة بتترجم لسيسيليا الكلام، وبتاخد إيزابيل سيسيليا علشان تعرفها على الدير، وبتعرفها إن اسمه دير سيدة الأعزاب، وتأسس سنة 1932، وكان ملجأ للراهبات كبار السن والمرضى. وبتعرفها كمان إنه الدير اتبنى على سراديب الموت. وبعدها بتوصل سيسيليا لغرفتها اللي هتقعد فيها، وإيزابيل بتعرفها إن ممكن ترجع تاني، وساعتها الرب هيغفر ليها. ولكن سيسيليا بتعرفها إنه خلاص هي قررت إنها هتقعد، وبتمشي إيزابيل وبتسيبها. وبعدها بتكون سيسيليا في الحمام، وفجأة بتدخل عليها الراهبة جوين علشان تشرب سيجارة في الحمام، وبتستغرب إن سيسيليا أمريكية. وبتعرفها سيسيليا إن الكنيسة اللي كانت فيها اتقفلت، وساعتها لقت الأب تديشي بيتواصل معاها علشان تيجي تقعد هنا في الدير. وساعتها بتغير سيسيليا الهدوم بتاعتها علشان تجهز، وتقول النزور قدام الأب سالتا ديسكي. ولما بتوصل بتقابل الأب تديشي وبيسألها لو كانت اتعلمت اللغة الإيطالية. ولما بيعرف إنها لسه مش بتتكلم اللغة الإيطالية بيعرفها إن هو هيترجم ليها. في الوقت ده بيوصل الأب سالتا ديسكي وبتؤدي سيسيليا النزور. وبعد ما بتخلص النزور بنشوف سيسيليا مع الأب تيديشي، وبيعرفها إنه المكان ده زي بيتها وما تخافش ولا تكون قلقانة من حاجة، لأن هو كمان مر بالشعور ده أول مرة جه فيه الدير. بيعرفها إن مهنته الأولى إنه كان مدرس في علم الأحياء، ولكن ربنا نور طريقه وهداه لطريق النور. وقتها سيسيليا بتحكي له إن هي عندها 12 سنة كانت بتلعب على الجليد، ولكن الجليد انكسر ووقعت في المية، وكانت حاسة ببرودة شديدة لحد ما كانت هتموت. وقتها المسعفين حاولوا ينقذوها وقلبها وقف لمدة 7 دقايق. وبتعرفوا إن ربنا خلاها تعيش تاني لسبب معين، ولكن هتعرفوا مع مرور الأيام. بعدها سيسيليا بتكون في الحمام وبتسمع صوت حد بيعيط، فبتمشي ورا الصوت علشان تعرف الصوت جاي منين. وفجأة بتلاقي راهبة نايمة على الأرض وبتعيط، ولما بتقرب منها بتلاقيها مغطية وشها بقماش أحمر، فبتخاف منها. وفي الوقت ده بتيجي الراهبة الأم وبتطلب من سيسيليا إنها بلاش تزعج الراهبة. ولما بتسأل سيسيليا عن المكان اللي هم فيه، الراهبة الأم بتجيب لها مسمار حديد، وبتعرفها إن المسمار ده اللي كان في جسم المسيح لما اتصلب. فبتخاف سيسيليا، وفجأة بتلاقي نفسها في مكان غريب وإيديها اتسحبت، وبتلاقي نفسها وسط راهبات مغطين وشهم بقماش أحمر وبيغرزوا المسمار في بطنها. فبتصحى سيسيليا من النوم مخضوضة من اللي شافته في الحلم. وفي نفس اللحظة دي بنشوف إن في حد معاها في الأوضة، فبتخاف جدا وبتكون مرعوبة. ولما بتنور النور مش بتلاقي حاجة. تاني يوم الصبح بتكون الراهبة الأم بتبلغ الراهبات عن الأعمال اللي هيقوموا بيها في الدير، وبتشارك معاهم سيسيليا في الأعمال بتاعة الدير، وبتتعلم حاجات كتير أول مرة تعملها. وفي الليل بتصحى سيسيليا مخضوضة بسبب واحدة من الراهبات الكبار في السن، وبتكتشف سيسيليا إن معاها مقص، وبتقص الراهبة خصل من شعرها. فبتاخدها سيسيليا علشان ترجعها لسريرها، فبتلاحظ إن في حرق في رجل الراهبة على شكل صليب. وتاني يوم بتحكي سيسيليا لجوين عن اللي حصل، وساعتها بتحكي جوين عن السبب اللي خلاها جت الدير وبقت راهبة. وبتعرفها إن في طفل ضربها، ولكن جوين ضربته بعنف. وبعدها تعبت نفسيا وراحت مركز إعادة تأهيل، وهناك شافت راهبة وحست إنها عايزة تبقى زيها، وقدمت في الكنيسة.
وفجأة بترجع سيسيليا. وقتها جوين بتطلب الدكتور، وبتروح سيسيليا تعمل تحاليل عشان تعرف سبب الترجيع اللي عندها. وتاني يوم الصبح بتكون واقفة عند الشباك، وفجأة بتخاف بسبب غراب بيخبط في الشباك وبيموت. وفجأة بتندى عليها الراهبة الأم وبتاخدها عند الأب سالتديسكي، وبيسألوها عن النذور لو كانت فاكراها، وبتعرفهم إنها فاكرة كويس ال3 عهود اللي أقسمت عليهم، وهما الطاعة والفقر والعفة. وبيسألها الأب لو كانت حافظت على عفتها، فبتستغرب سيسيليا من السؤال، وبتسألهم ليه بيسألوا السؤال ده. فبيرد عليها الأب إنها تجاوب بصراحة على الأسئلة كلها. فبترد عليهم سيسيليا إنها محافظة على عفتها ومحدش قرب ليها. وبيسألها الأب تاني لو كان في راجل قرب ليها قبل ما تيجي الدير، وتجاوب بصراحة ومحدش هيعاقبها لو كانت غلطت. وبتقسم ليهم سيسيليا إنه محدش قرب منها. وقتها الأب سالتديسكي بيسأل الدكتور لو كان كشف على سيسيليا أول ما جت الدير، وبيأكد الدكتور إنه كشف عليها فعلا، ووقتها كانت عفيفة وغشاء البكارة كان سليم. وساعتها بيقرر الأب سالتديسكي والأب تيديشي إنهم يكشفوا تاني علشان يعرفوا لو كانت التحاليل صحيحة. وفعلا بتطلع سيسيليا حامل، والتحاليل كانت صحيحة. والأب سالتديسكي بيكون مش مصدق اللي حصل، وبيقول لهم إن دي معجزة إنها تكون حامل من غير راجل زي ما حصل مع مريم العذراء. بعدها بنشوف سيسيليا مع الأب تيديشي وبتسأل ليه ربنا اختارها هي. فبيعرفها الأب إنه قبل كده ربنا أنقذها من الموت وما كانتش تعرف ليه رجعت للحياة، وبيعرفها إنه أكيد ده السبب إنها رجعت للحياة. وبعد فترة بنشوف سيسيليا في الكنيسة وبيحتفلوا بيها زي مريم العذراء. وبعد كام شهر من الحمل الترجيع عند سيسيليا بيزيد، وبتكتشف إنه أسنانها بدأت تقع بدون ما تحس. وكل ما تدخل مكان كل الرهبات بتقف ليها احترام وتقدير ما عدا جوين واللي بتتريق عليها، وبتقول لها مش فاضل غير يندهوا عليها بمريم. بعدها بنشوف سيسيليا في الحمام وبتدخل عليها إيزابيل علشان تغرقها، وبتفضل تصرخ سيسيليا لحد ما بيوصلوا الرهبات. ومرة واحدة إيزابيل بتصرخ وبتقول إن سيسيليا ما تستحقش اللي هي فيه، والمفروض تكون هي مكان سيسيليا. وعند الدكتور بيكون الأب تيديشي وسيسيليا، وبيطمنهم الدكتور على الجنين، ولكن سيسيليا بتقول لهم إنها مش بخير، ومرة رجعت أسنانها ومحتاجة تروح مستشفى بجد. ولكن تيديشي بيعرفها إنها لو راحت مستشفى وانكشف السر مش هتكون بخير، ولازم تفضل هنا في الدير. وبعدها بتكون سيسيليا ماشية في الدير، وفجأة بتلاقي إيزابيل انتحرت من فوق سطح الدير وماتت. وفي الجنازة بتقول جوين لسيسيليا إن اللي بيحصل في الدير غريب وفي شر مش مفهوم، وأكيد هم عارفين السبب ورا حملها والسبب ورا انتحار إيزابيل. وفي نفس اللحظة دي بيسألهم الأب تيديشي بيتكلموا في إيه، فبتتعصب عليها جوين وبتتكلم بصوت عالي، وبتعرف الكل إنهم ما يسكتوش عن اللي بيحصل. وقتها بيمسك تيديشي جوين علشان يعاقبها. وبالليل بتكون سيسيليا في أوضتها علشان تنام، ولكن بتكون قلقانة ومش عارفة تنام. وفجأة الصورة اللي على الحيط بتقع لوحدها، ولما بتروح سيسيليا علشان تعدلها بتلاحظ وجود كلام من الكتاب المقدس. ولما بتفتح الكتاب بتعرف إن الكلمات دي معناها إن ممكن الشيطان يتشكل في نور الملاك. فبتروح لجوين علشان تصحيها، ولكن مش بتلاقيها في أوضتها. وساعتها بتقرر تدور عليها في الدير، ولكنها بتسمع أصوات غريبة. وفجأة بتلاقي الخزنة اللي فيها الملفات بتاعتهم، وبتحاول إنها تفتحها، وبتنصدم لما بتلاقي ورق جرايد بيتكلم عن الحادثة اللي حصلت لها وهي صغيرة. وفجأة بتسمع صوت جوين وهي بتتعذب، فبتمشي ورا الصوت لحد ما بتوصله، وبتلاقي جوين جوه أوضة مربوطة على كرسي وبتتعذب جدا. وبتشوف رهبة من اللي مغطين وشهم بالقماش الأحمر وهي بتقطع لسان جوين كعقاب على الكلام اللي قالته. فبتترعب سيسيليا، وفجأة بيظهر وراها الراهبة اللي قصت شعرها قبل كده، وبتديها صليب فيه شعر سيسيليا، وبتطلب منها سيسيليا تساعدها تخرج من هنا. فبتعرفها الراهبة إنها مش هتخرج من هنا أبدا. وقتها سيسيليا بتخاف أكتر. وتاني يوم بيصحى الكل على صوت سيسيليا، وبيلاقوها غرقانة في دمها. وبياخدها الأب تيديشي في عربية علشان يكشف عليها عند دكاترة يعرفهم، لأن بيكون رافض يروح المستشفى. في نفس الوقت بنشوف الراهبة الأم عند سرير سيسيليا وهي بتتبارك بالدم، ولكن بتلاحظ وجود ريش فرخة. ولما بتبص تحت السرير بتلاقي فرخة مذبوحة، وبتعرف خطة سيسيليا. فبتكلم الأب تيديشي وبتعرفه الخطة، وبتعرف سيسيليا إن خطتها اتعرفت، فبتصرخ وبتجري من العربية. لكن الأب تيديشي بيمسكها وبيرجعها الدير تاني. بعدها بنشوف سيسيليا في أوضة ومربوطة على كرسي ومعاها الأب تيديشي، ولما بتسأله عملوا إيه فيها وإزاي خلوها تحمل بالطفل اللي جواها ده، وقتها بيعرفها إن المسمار ده عليه دم المسيح وأنسجة من جسمه، والأنسجة دي تعتبر شفرة وراثية. وبعدها بياخدها على أوضة فيها برطمانات، والبرطمانات دي بيكون فيها أجنة مشوهة محفوظة. وساعتها الأب تيديشي بيعرفها إن كل دي تجارب دامت ل20 سنة
لحد ما ربنا اداله العلم والمعرفة للطريق الصحيح، وعرف إن هي الإناء الخاص اللي هينجح تجربته. وبعدها بنشوف غرفة زي غرفة المستشفيات، وبيقول لها الأب تديشي إنه ساب علم الأحياء والوراثة بسبب اختلاف الناس معاه في تجاربه ورفضهم لنظرياته، لكن في الكنيسة صدقوه وأمنوا بيه. وبيقول لسيسيليا إنها تخلي بالها من الطفل، ولكن سيسيليا بترفض. ساعتها بيجيب سيخ حديد على شكل صليب وبيحرق رجلها وبيسيبوها في أوضتها. بعدها سيسيليا بتفضل تصرخ وتخبط على الباب علشان حد يسمعها ويساعدها. بعدها بتكون قاعدة مع القس وبتكلمه، وفجأة بتقع ضوافرها وهي بتتكلم. ساعتها بيكشف عليها الدكتور وبتكون الراهبة الأم معاها، ولما بيخرج الدكتور بتفضل الراهبة الأم تدعي وهي ماسكة الصليب، وبتتبارك بسيسيليا والجنين اللي في بطنها. ساعتها بتمسك سيسيليا الصليب اللي جنبها وبتفضل تضرب الراهبة لحد ما تقتلها. وبعدها بتخرج من الأوضة وبتكون سيسيليا خلاص في حالة الولادة، ولكن بتكمل طريقها وبتوصل للقس تفضل تخنقه لحد ما تقتله. وبيشوف الدكتور اللي حصل ولكنه بيخاف وبيجري. وقتها بتوصل سيسيليا لأوضة الأب تديشي اللي عمل فيها تجاربه، وبترمي البنزين في كل مكان علشان تحرق الأوضة. وبيوصل الأب تديشي وبيشوف الولاعة بإيد سيسيليا، وبيعرفها إنها لو ماتت هيوصلوا لبنت تانية غيرها، وبيطلب منها تسلمهم الجنين. في الوقت ده بيظهر عليها علامات الولادة، وساعتها بيجري عليها تديشي علشان يمسك الولاعة، ولكن سيسيليا بتضربه على دماغه وبتقفل الباب عليه، ولكنه بيقدر يمسكها من شعرها. وقتها بتفتح سيسيليا الولاعة وبترميها على الأرض وبتولع في تيديشي. وبتحاول سيسيليا تلاقي مخرج من المكان اللي هي فيه، وبتكتشف إنها في قبو الكنيسة، والقبو كبير جدا ومليان ممرات. وبتنصدم لما بتلاقي تيديشي لسه عايش بعد ما ولعت فيه. وقتها بتقرر إنها تستخبى وما تطلعش صوت، ولكنها بتخاف لما بتلاقي جثة جوين جنبها، وبتكمل طريقها علشان تلاقي مكان تخرج منه. وقتها بتلاقي الممر في الحيطة ولسه هتخرج، ولكن بيوصل تيديشي وبيمسكها وبيحاول يفتح بطنها علشان يولدها، ولكن بتلاقي سيسيليا حديد على الأرض، فبتضرب بتيديشي وبتنجح إنها تقتله. وقتها بتخرج بره القبو، ولكن بتبدأ عملية الولادة في نفس اللحظة. وقتها الألم بيكون شديد جدا، وبتفضل تصرخ سيسيليا لحد ما بتولد الطفل، وبتكون مصدومة جدا لأن الطفل مشوه، وبتقطع الحبل السري بأسنانها. وساعتها بتجيب حجر وبتقتل الطفل. وبكده يكون فيلمنا خلص. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.